اوقات بتشوف سواء في الدراسة او في الشغل ناس انت كنت مأمن لهم ومقرب منهم جدا، وتلاقي ان هم خانوك وباعوا الامانة والعهد اللي ما بينكم وما بين بعض. فبيجي لك احساس ان انت عايز ترد نفس الكلام وتقول يستاهلوا، هم السبب وهم اللي بدأوا. واحنا وهم بننسى قول ربنا سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ربنا وضح لنا قصة الأمانة والخيانة. معنى الآية جميل جدا، فقد إيه إن صيانة العهد من أعلى درجات الأمانة. ففي الآية ربنا بيقول للنبي: لو كان في بينك وبين قوم عهد إن انتوا ما تحاربوش بعض، وانت شاكك وخايف منهم إن هم ينقضوا هذا العهد ويهجموا عليك، فانبذ هذا العهد، انقض العهد ده، ولكن لازم تقول لهم الأول، لأن هم كانوا مأمنين ليك وعارفين إن انت مش هتهاجمهم. ما ينفعش حد يكون مأمن لك وواثق فيك وتنقض لأي سبب الأمانة دي. ولو فعلا ناوي إن انت تنقض الأمانة دي لسبب معين، لازم تقوله وما تسيبوش فاكر إن هو لسه على العهد أو لسه في أمانة ما بينكم وما بين بعض. وده بيبقى أصلح لدوام الثقة بين الناس.